خارج الملعب. مرة تانية كريم العواضي إلى داخل منطقة الجزاء في منتهى الخطورة، والكرة العرضية وهدف أول. هدف أول لصالح نادي الإفريقي يحرزه المحترف التشادي إيزيشال ندوسال. هدف مبكر جدا في الدقيقة الثالثة من كرة تماما من الرقابة، لا يجد أي صعوبة في أن يضعها بضربة رأس على يسار الحارس عبد الواحد السيد ليتقدم نادي الإفريقي بهدف في الدقيقة الثالثة. إذا 1-0 لصالح الإفريقي. ها هي إعادة الهدف. خد الخطوة إيزيشال ندوسال قبل عمرو الصفتي، حط عمرو الصفتي في ظهره ووجه الكرة بضربة رأس على يسار عبد. نتابع تنفيذ شيكابالا، يسدد شيكابالا، الله الله على ده هدف. لسه في حلاوه كده، لسه في جمال كده. ايه يا عم شيكا ده؟ ايه اللي انت عملته ده؟ يحرزه نادي الزمالك عن طريق الفتى الموهوب جوهرة الزمالك السمراء محمود عبد الرازق شيكابالا، لتنطلق فرحة الجماهير المصرية الموجودة في ملعب المباراة. لسه بقول لحضراتكم، هل سيسدد من هذه المسافة البعيدة؟ بالفعل يسدد، ويسدد كما ينبغي أن يكون التسديد، في أقصى الزاوية اليسرى على يسار الحارس عادل النفزي، ما يقدرش يعمل لها أي حاجة لتصبح النتيجة ثابتة. وضربة حرة مباشرة من الجانب الأيسر. بداية أحداث الشوط الثاني مهمة جدا للاعبي نادي الزمالك. حكم اللقاء لسه ما اداش الإذن. يلعب زهير زوادي، يلعب الكرة العرضية، الارتباك موجود والهدف الثاني موجود. الارتباك موجود والهدف الثاني موجود. ما زال نادي الزمالك يواصل مسلسل الارتباك الدفاعي في الموهبي، ونجح في إحراز الهدف الثاني في بداية أحداث الشوط الثاني، وبالتحديد في الدقيقة الثانية. هدية أتت يوسف الموهبي من مدافعي نادي الزمالك. لم أشاهد مدافعي نادي الزمالك بهذا السوء منذ فترة طويلة جدا. آدي الارتباك بلا داعي وبلا مبرر، خطأ كبير من أحمد غانم. تتهيأ الكرة ليوسف الموهبي، ارتباك ما بين أحمد غانم ومحمد عبد الشافي، وكأنه لا يوجد تفاهم وكأنه لا يوجد حديث. وتتهيأ الكرة للموهبي على حدود ال6 ياردات. الموهبي يقبل الهدية ويخلص منها في ملاعبنا العربية. يوسف الموهبي يضم للداخل، يوسف يعدي، يوسف يسقط، يوسف استر يا رب. حكم اللقاء احتسب ضربة الجزاء. حكم اللقاء احتسب ضربة الجزاء لصالح نادي الإفريقي. يوسف الموهبي يتوغل ويصل إلى مكان مؤثر للغاية إلى داخل منطقة الجزاء، وبالتالي من الطبيعي جدا إن أي احتكاك هيحتسبه حكم اللقاء. أحمد غانم بقلة خبرة يعمل كده كماشة على يوسف الموهبي مع محمود فتح الله، وضربة الجزاء يحتسبها الحكم الدولي الكاميروني اليو ميانت. وعلى التنفيذ كريم العواضي. العواضي يسدد الآن إلى داخل المرمى. الهدف الثالث لنادي الإفريقي لتصبح النتيجة 3-1. كريم العواضي يحرز الهدف الثامن من الشوط الثاني. تزداد الأمور صعوبة على لاعبي نادي الزمالك وعلى جهازهم الفني بقيادة حسام حسن. هدفين في 8 دقائق في بداية أحداث الشوط الثاني. بداية مثالية للإفريقي لأحداث هذا الشوط، وبداية سيئة للغاية لنادي الزمالك. تحرك كويس عبد الواحد، ولكن التسديدة كانت قوية من قبل كريم العواضي. بيتقدم فتح الله، والعرضية من شيكابالا، أحمد جعفر، والهدف الثاني للزمالك. الهدف الثاني للزمالك الآن يحرزه أحمد جعفر لتصبح النتيجة 3-2. قلت لحضراتكم هي الكرات الثابتة سلاح الزمالك الوحيد. لن يحرز الزمالك أهداف في هذا اللقاء سوى من الكرات الثابتة، وبالفعل من ضربة ركنية يلعبها شيكابالا تمر من الجميع، تتهيأ لأحمد جعفر ويحرز الهدف الثاني لنادي الزمالك لتصبح النتيجة 3-2. هدف في الدقيقة 34 البديل الذي اشترك في الشوط الثاني بدلا من محمد أمين عدية لتصبح النتيجة دي. العرضية من زوادي خطيرة، وضربة الرأس والهدف الرابع. ضربة الرأس والهدف الرابع من قبل اللاعب بلال العيفة. كالعادة دفاع الزمالك غير متواجد. دفاع الزمالك لم يحضر هذا اللقاء،
لم ينزلوا إلى أرضية الملعب، ما زالوا في فندق الإقامة في العاصمة التونسية. دفاع نادي الزمالك لم يحضر إلى ملعب هذا اللقاء عزيزي المشاهد، وبالتالي من الطبيعي جدا أن يحرز الإفريقي 4 أهداف. هذه الكرة العرضية بلال العيفي خالي تماما